بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم إن كان في ربك خير فليوريني ما يبغى. إذا في ربك خير والعياذ بالله فليوريني ماذا يصنع. قال شباب التوحيد: والله لا يجرنك جرا إلى النار إن لم تتق الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اسمع، مررنا على شباب، 4 شباب في محطة بنزين. كما يرى كثير من الشباب اليوم نراهم يغنون ويرقصون، وإذا أقبل عليهم أهل الخير والصلاح تأففوا وخافوا وترددوا، بل لا يتقي الله أحدهم في أن يتعدى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا لنصيحتهم لتذكيرهم بالله عز وجل. اسمع يا من تقول أن الأغاني لا تحدث عن لا إله إلا الله. اسمع يا من تقول غنى فلان ومات حافظا للقرآن، والله إنه حجة علي ليس له. والله إنه لو علم أنه سيموت في الساعة الفلانية لتقرب إلى الله عز وجل وما غنى قط. وقفنا على الشباب وذكرناهم بالله. قد تلمني فلمني، وقد تقول أني جرحتك فتقبل مني، فالمحب قد يقسو على من يحب أحيانا، لكن هذه هي الحقيقة المرة. سنتكلم من واقع فراغ. أتينا إلى الشباب ذكرناهم بالله تبارك وتعالى. كانوا يغنون ويرقصون في سيارة كامري التي تسمى السابقة من شدة سرعتها. فوقفنا على رأس الشباب، طرقت النافذة على أحدهم فقل: يا فلان اتق الله، لا تجاهر بالمعصية، أن تتحدى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قادر. والله يا أحبة ما زال إلا أن قال لي كلمات قد يقول القائل منكم: إذا كان ضالا يتوقع منه مثل ذلك. أقول: ولكني ما أتوقع ممن أجمع قلبه ونفسه على لا إله إلا الله أن يتجرع على الله لما كانت الأحوال. فقلت: أخي الغالي اذكر الله، اتق الله. نظر لمن بجواري فقال: مطوع، هذا مطوع متشدد ما عليك منه، الله عز وجل لو بيعذبنا عذبنا من زمان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قلت: يا أخي اتق الله. فرد السائل فقال: اسمع يا مطوع. قلت: سم. قال: اسمع، أنت تقول ان الاغاني حرام وانا احب الاغاني. قلت: وايهما احب، الله ام الاغاني يا اخي الغالي؟ الله ام الاغاني؟ قال: اقول: اسمع، ان كان في ربك خير فليوريني ما يبغى. اذا في ربك خير والعياذ بالله فليوريني ماذا يصنع. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال شباب التوحيد: مسؤولا أيها الأب، والله لا يجرنك جرا إلى النار إن لم تتق الله في بيتك وبناتك.
قلت يا أخي اتق الله. قلت كلمة عظيمة، كلمة كبيرة، إن الله عز وجل قهار. قال بقولها لك مرة ثانية، إذا ربك في خير فليوليني ماذا يفعل. والعياذ بالله هرب. تركت الرجل والله الذي لا إله غيره وأنا مسؤول عن يمينه. تركتهم فارا بنفسي خشيت عذاب الله عز وجل. وصلت إلى مقطعة بعيدة من الطريق، مشيت ومروا علي بكل سرعة، أنا ومجموعة من الشباب تركونا تجاوزونا. اسمع يا من تقول أن الأغاني إمرار اللسان فقط لا يجمع القلب، اسمح لي أقول لك أنك غلطان. إذا ردد اللسان اعتقد القلب. تركتهم مروا علي ب5 كيلو تقريبا، وإذا بي بعد هذه المسافة قبل أو أثناء نزول المغرب ما بين الدمام والرياض وصلت، وإذا بشباب متجمهرون من كل مكان. والله هذا ما حصل. وقفت وإذا بي أحد الشباب من الشباب العامة يأتي لي ويقول يا مطوع تكفى، عندنا شباب نبيك تقول لهم لا إله إلا الله. قلت وأنتم؟ قال يا شيخ لا نقدر، الموقف مؤذي، الموقف قوي. قلت ما الذي حصل؟ قال أمر عظيم. قلت ما الذي جرى؟ قال أحدهم رأيناه في الجو يطير ثم تأتي سيارة وتساوي في الأرض. فسكت وقلت سبحان الله، أين هو؟ والله ما وجدت إلا أثر الدماء. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. صاحب السيارة وشك على الجنود فقال والله يا شيخ ليس لي ذنب إلا أني عبرت الطريق فإذا بجثة بني آدم تأتي أمامي ولم أشعر ماذا أصنع. فوقفت يا شيخ والله ما هو قصدي. قلت اصبر واحتسب. ذهبت إلى الشباب وجدتهم ويا ليتني ما وجدتهم. أما أحدهم فوجدته على مبعد من السيارة بعيد أكثر من 3 إلى 4 أمتار تقريبا. إذا ما كنت واهم فوقفت على رأسه وذكرته بالله فهز رأسه هكذا. قل لا إله إلا الله يا أخي، لا يجيب. وقفت على رأس السائق وإذا بالسيارة بكل ثقلها قد أغلقت على صدره وجسمه. فضربت على صدره ومسحت على جبهته يا فلان، هذا الله عز وجل فماذا تقول؟ هذا الله عز وجل فماذا تقول؟ ردد خلفي لا إله إلا الله فما أجاب. أكثر من 10 مرات وأنا أردد ما رد ولا مرة واحدة. وبعدها تلقائيا فتح لسانه وأجهر بعينيه وردد عليه كلمات يا أخواني لا تؤاخذون، والله ما قلتها إلا لكي أقنع الشباب بأنهم على خطر عظيم. لحظات وإذا به يقول أحبك يا نظر عين حياتي، أحب الأرض اللي تمشي عليها. وفاضت روحه عليها والباقي ماتوا كأن لم يغنوا بالأمس. لا إله إلا الله ما أعظمه، لا إله إلا الله ما أكرمه وما اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما وتشهد أرجلهم